صهريج المنارة كيتعتبر واحد من المعالم التاريخية بمدينة مراكش. كيرجع تاريخه للعهد الموحدي وبالضبط لسنة 1157 فاش غادي أمر عبد المؤمن بن علي الكومي ببناء صهريج. طول ديالو 200 متر والعرض 160 متر وبعمق 2.5 أمتار. تم استخدام هذا الصهريج في العديد من المجالات كتلبية حاجيات السكان من الموارد المائية وتوفير مياه لسقي الحدائق المحيطة بالصهريج، والأهم من هذا استخدامه لتدريب الجنود اللي كانوا كيحاربوا في الأندلس وفي حدود الإمبراطورية الموحدية. تصميم صهريج المنارة كان من إبداع الحاج يعيش المالقي، وهو نفسه اللي صنع منبر الكتبية المتحرك، وهو اللي صمم حصن جبل طارق اللي مازال صامد لحد الآن وشاهد على عبقرية هذا المهندس. تم جلب المياه للصهريج عن طريق تقنية الخطارات اللي ابتكرها ابن مؤنس المرابطي من جبال الأطلس. والخطارات هي تقنية تحت أرضية في مجال السقي التقليدي كيتم اعتمادها في المناطق القارية، وهي عبارة عن قناة مائية باطنية تحت الأرض كيتراوح الطول ديالها حوالي 45 كيلومتر وعلوها 15 متر وبعرض 3 أمتار، وكتختلف هذه المقاييس حسب موقع ومنطقة كل خطارة، وتستعمل لجلب المياه من المرتفعات لسقي الأراضي السفلى عبر نظام الجاذبية. مياه الصهريج حاليا كيتم الجلب ديالها من سد مولاي إدريس بإقليم أزيلال عبر قناة طولها 117 كيلومتر. الاسم ديال المنارة ما كانش وارد من قبل للدلالة على الصهريج، ومن المرجح أنه يقدر يكون الاسم عنده صلة بصومعة الكتبية اللي شار لها الناصري في الاستقصاء تحت اسم صومعة المنار، والأكيد أن اسم المنارة ما كانش وارد من قبل وما بان حتى العهد الماريني في القرنين الثالث عشر والخامس عشر ميلادي. السعديون قاموا بإصلاح المنارة سنة 1579 واستغلوها لأغراض ترفيهية وضافوا لها الجناح الملكي، ولكن المنارة ما خدت الحلة ديالها الحالية إلا في العهد العلوي، وخاصة في فترة حكم السلطان عبد الرحمن بن هشام وابنه محمد بن عبد الرحمن. كيتكون هذا الفضاء التاريخي من حدائق مساحتها 96 هكتار تم زراعتها بأشجار الزيتون. أما البناية المطلة على الصهريج واللي كتسمى مقصورة المنارة أو الجناح الملكي للمنارة تبنات سنة 1870 في عهد السلطان العلوي محمد بن عبد الرحمن بن هشام. هذا الجناح الملكي كيتكون من طابقين، الطابق الأرضي وهو عبارة عن فضاء مفتوح كيؤدي للشرفة المطلة على الصهريج. أما الطابق العلوي فكيتكون من غرفتين، واحدة تطل على الحديقة أو حديقة الجناح وأخرى على الصهريج. هذه البناية كتنتهي في الأعلى بقبة تقليدية عندها شكل هرمي مغطاة بالقرمود الأخضر. شكرا على الدعم والمتابعة، دمتم في رعاية الله.